يسعدك ابو عبد الله. عرفنا سامي الجابر لاعب مميز واداري محنك، كيف سامي الجابر اليوم حيكون في تدريب الفريق الهلال؟ والله يا الهلال لاعبين مميزين ايضا، يعني ما في شيء، ما في تغييرات ابدا راح تكون. بحكم مرافقتك لجيريتس وكالديرون، هل اكتسبت بعض من الخبره في عالم التدريب ستنقذ الفريق الهلالي اليوم؟ ما ادري صراحه، بس انا مكتسب خبره من زمان، عندي مدربين كثير يعني 10 مدربين من صغري، سواء كان مرحله الناشئين او الشباب والفريق الاول. لكن مو معناته انه مثلا حتى ينقذ الهلال، كلمه ينقذ الهلال معناته ان الهلال غرقان. الهلال بطل الكاس بطل الكاس والالعاب وبطل الدوري، يعني 70% من مسابقات الموسم، خليني اكمل، 70% من مسابقات الموسم بطلها. كيف الاعلام يصور ان الهلال غرقان وادري حال الفرق الثانيه وش تصير؟ انا اتكلم عن المباراه اللي هي احنا خسرنا جوله ولم نخسر معركه، وبطولتين 3 بطولات مهمه في المسابقات المحليه، الهلال محقق 2 منها، وسنقاتل على البطوله الثالثه رغم كل الظروف اللي نحن نعاني منها. الاتحاد بيضا فاز عليك فريق كبير وبطل، ونحترم جميع الفرق، ولكن مهما كان لا تعتقد انه احد يجي يقول لك انا عندي، لو جبت الان اجتمعنا جبنا مورينو وجوارديولا واليكس فيرغسون انهم سينقذون الفريق، شيء ما في شيء اسمه انقاذ، لانه اصلا الهلال ما غرق، يبقى الهلال هو الهلال. اخيرا كم تتوقع النتيجه؟ كم تتوقع النتيجه؟ والله انا نبغى ان شاء الله باذن الله نقدم مباراه جيده باذن الله.